السلام عليكم. أنا أتحدث معكم الآن من داخل تندوف، تاريخ 23/10/2015. سأل الكثيرين عن سبب قدومي من داخل المخيمات اللجوء تندوف. أنا الناس بحالي بحال بزاف ديال الناس، عندنا عائلات هنايا، كاين اللي عنده عمو، كاين اللي عنده خالو، كاين اللي عنده ولد خالته، كاين اللي عنده مو، كاين اللي عنده بوه، كاين اللي عنده خوه من 75 ما عمرو شافهم. أنا جيت على هذا الأساس في إطار زيارة عائلية. جيت في إطار زيارة عائلية، أنا ما فهمش الوضع هنايا. لها بزاف ديال الشباب الصحراوي في الأقاليم الجنوبية المملكة مغررهم الإعلام والضجة الإعلامية الكاذبة اللي كتلعب جبهة البوليزاريو على أنه الشعب مهان إلى آخره، وعن المغرب دولة استعمارية إلى غير ذلك. كاين بعض الشباب اللي تم تغريره داخل الأقاليم الجنوبية، لكن يتحدى أي واحد فيهم يجي لمخيمات اللجوء تندوف ويبقى على الموقف اللي هو عليه الآن. أنا فين جيت في هذا الإطار الزيارات العائلية، جيت ما فهمش الوضع. فين دخلت داروا لي استقبال، واي واحد جاي من لهيه من الاقاليم جاي من المملكه كيقولوا بانه حقوقي وبانه مناضل وبانه الى غير ذلك. ندار اجتماع القبيله واستقبلوني. في بداو الاستقبال بداو كيسبوا المغرب وبعض الشعارات المهينه لصاحب الجلاله، ومتعودين هما بعض الشباب اللي يجي من لهيه كيعطوه 1000 يورو 500 يورو، كيدوروا معاه، كيبدا كيسب في المغرب وكيقول المغرب مجوعنا، المغرب كيضربنا، المغرب كيتكرفص علينا، المغرب الى غير ذلك. علاش انا غادي نكذب؟ انا القراني المغرب، كبر كتافي سداب المغرب، الحمى كتافي من خير المغرب. انا مواطن مغربي ونعتز ونفتخر باني صحراوي مغربي. انا نرفع بها الراس وكنتكلم معكم من داخل تندوف. انا نرفع بها الراس، انا مواطن مغربي واسمي سيد احمد العروسي وبو مهدي. شاء من شاء وكره من كره. اللي ما بغاش المغرب راه ما بغاش المغرب. انا مواطن مغربي، باغي يقتلوني على اساس اني مغربي يقتلوني نورمال. نسب سيدنا لا ما نسبوا سيدنا الله ينصر. علاش انا كنشد كنتعذب على رايي انا؟ ليسونسيال عندي دابا. انا هنا داخل مخيم تندوف درت اعتصام قدام المنص، منعوني من الاعتصام قدام المنص، وانا داري مجرد اعتصام سلمي ويضرب عن الطعام. قال لي الامن الجزائري ما عندكش حق تعتصم مع الناس يديك قدام المنص. قلت وانا لما اعتصمت قدام المنص وكالة غوث اللاجئين نطلب بحقي ونرفع الشكايه بقياده البلدار قدام من نعتصم. قالوا لي انتم اللي كتجوا من لهيه، الصحراويين اللي كتجوا من لهيه من الاقاليم الجنوبيه من المملكه. قال لي لا، انتم كتجوا من المناطق المحتله. قلت له اسمح لي ماشي محتله. قال لي محتله بعد. قلت له ماشي محتله. قال لي انت مؤيد النظام الملكي. قلت له مؤيد النظام الملكي علاش؟ قال لي مؤيد النظام الملكي. قلت له مؤيد النظام الملكي. قال لي يعني انت مهندس مخابر المملكه المغربيه. قلت له اي واحد كيعبر على وطنيته مخابر. دابا انت قلت له جيت لهنا المغرب. قلت له شحال مواطن جزائري كيجي للمغرب وكيعامل معامله طيبه ومرحبا وهذا الباسبور ديال الجزائر، علاش ما قال له انت عامل للجزائر؟ علاش ما يشدوه المخابرات المغربيه ويحققوا معاه؟ علاش هذه المعامله كتندارنا غير حنا المواطنين المغاربه؟ والدوله كتشوف هذه المعامله اللي كنتعاملوها هنا وساكته. علاش يسحبني جوا السفر المغربي وقطع قدامي مش نعمل رجوع لبلادي؟ وماشي حالتي انا بوحدي، حالت مجموعه من المواطنين المغاربه اخرين. هذو اللي عندهم كرامه وما بغاوش ينافقوا لقياده جبهه البوليزاريو. هذه القياده اللي هي كتقول المغرب كيخرب المخدرات الى داخل الجزائر، المغرب يهرب الحبوب المهلوسه. قياده جبهه البوليزاريو هي اللي كتهرب الحبوب المهلوسه داخل الجزائر قادمه من مالي والمخدرات. راه عندنا التفاصيل ديال هذا الشيء، كانت كنقولوا عندنا الادله عليه. هذه اللي دوزنا هنا عرفنا حقيقتهم. واغلبيه اللي هرب المخدرات راهم افراد الدرك وافراد الشرطه والاشخاص موالين القيادات الامنيه، واللي ما كيدخلوش للحبس اصلا كاع. كيبغوا يبينوا للدول رانا كنقلقوا بضائع تجار المخدرات، وكيبينوا كيصوروهم في تلفزيونهم والسياراتهم. اخر وحدين صوروهم دوك الشباب يقول لك بوقربه عندهم نيصانات. هذوك مساكن ما عندهم اي علاقه بالمخدرات. انا دخلوا عليا الحبس مجموعه من الاطفال، وهذوك صحاب لوندروفيرات هذوك اصلا مواطنين جزائريين. قالوا هما صحراويين كيتعاملوا مع المخابرات المغربيه كيهربوا المخدرات لداخل الجزائر. هذوك مواطنين جزائريين ولتلقى عليهم القبض على ارض جزائريه.
ولا عندهم اي علاقه بالمخدرات مساكن، وجابوهم لاحوا الحبس. باغي تبين الدوله باللي هي راهي دوله وعندها حبس وكتقبض على تجار المخدرات، مع ان تجار المخدرات يمشوا ويجوا علينا ما كاينش اللي يهضر معاهم. علاش؟ هذا عنده علاقه بقيد ناحيه فلان الفلوني لا داعي لذكره، هذا عنده علاقه بالوزير كذا وكذا، هذا عنده علاقه بكذا وكذا. فين جيت الزيارات العائليه بداو كيسبوا في المغرب. ممكن قلت له واحد ماما قلت له السلام عليكم احترم نفسك، قلت ما تسبني ما نسبه. قال لي انت صحراوي، قلت له لك انت. قال لي صحراوي انت، راه هذا الاستعمار المغربي وراه كيكرفصكم كيدير مثل اسمح لي ما كيكرفصنا ما كيديرش. قال لك كيكرفصنا كيدير لنا. قال لي المعتقلات والتعذيب الى اخره الى اخره الى اخره. قلت له السلام عليكم، اي واحد يجي يخرب في البلاد كيما عندكم هنا في الجزائر، اي واحد ينوض يعدل يمس الممتلكات العامه والله يخرب والله يدير والله دير كيعاقب القانون، على اساس عن الدوله كتجي كتهزك من داركم انت ما دير والو يمشوا بيك ويعذبوك يتكرفصوا عليك. هذه ما عندناش. انا كنتكلم معاك صحراوي قادم لا قادم جنوبي المملكه، قال لي ما تقولش لا قادم جنوبيه المناطق المحتله. قلت له اذا كان محتل من عند اسرائيل وانا ما في راسي، قلت الله اعلم. انا على اساس انا قلت ما عمري عايش عليها محتل. وقلت له الصحراء اصلا الصحراء انتم اللي كتقولوا الصحراء كانت مستقله، قبل ما يدخل المغرب يحررنا راه كانت فيها اسبانيا، وقبل اسبانيا يمكن مجموعه قبائل بحال ما عمر كان عندنا اماره ولا عمر كان عندنا شي حاجه ولا دوله. باش تقول لي احنا مستعمرين؟ انت كنا احنا كاع باش نكونوا مستعمرين. من هنض نرى البيعات مع العائله الاسره العلويه الشريفه. انت كنا احنا دوله، دابا كتقول جابت بوزارك تقول احنا دوله وحنا قياده. اين قياده هذه؟ راه مسرحيه فولكلوريه كيديروا هنا في جبهه البوليزاريو، كيقول لك انتخاب القياده تحت قبه المؤتمر الوطني العام. هم راه غير كيتبدلوا مناصب السلطه بحال اخر مؤتمر وزير الداخليه ولا وزير العدل ولا وزير الداخليه اللي على الامن ولا على وزاره شؤون المناطق المحتله حسب تعبيرهم، الاخر ولا على الامن. غير كيتشارجوا مناصب السلطه. ورونا غير وجه جديد واحد ضافت القياده من 75 ما كاينش. الانتخابات كتلقاها مجرد انتخابات العارفات. الوحيد اللي كينتخبوا هنا داخل جبل البغيث يقول لك الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه بين قوسين. ما كاينش ديمقراطيه هنا، كاين سيدي غير ديكتاتوريه. على اساس اني نعبر عن رايي، انا سيدي نعبر عن رايي. اذا كنت على اساس اني مواطن مغربي ندخل الحبس دخلوني الحبس. بحال ندير ضرب على الطعام قال لي ممنوع عليك توقف عند المنار، ممنوع عليك تحتاج، سكت فمك ونعطوك الدراهم ورجع الموريتان وقعد في موريتان. تكون الله باغي يجي نصيفطك لاسبانيا. انا سيدي ما بغيت اسبانيا، ما بغيت موريتان، ما بغيت اليورو، ما بغيت الدولار، بغيت سيدي بلادي. عدت بلادي ما هي متدخله تفكني. انا ما اعتصمت نفك راسي ولا ندخل الموت. اذا كانت الوطنيه تكون سبت موتي انا نموت. وانا نتكلم معكم هذا الكلام انا ما منافق ما مجامل. ما عندي ما ناكل ما عندي ما نلبس. شوفوا فاش نعس، اقسم بالله العلي العظيم ماني منافق ولا مجامل. ولا بغات الدوله الله لا دخلت في قضيتي. انا ذابت على موقفي. والصحراء مغربيه كيقول لك بغينا نعيدوا الحكم الذاتي والاخر كيقولوا استفتاء تقرير المصير. انا لا هادو لا هادو. اذا كان انا قراري انا الشخصي الصحراء مغربيه والمغرب من طنجة للقويره، شاء من شاء وكره من كره. هذا رايي انا الشخصي. جبهه البوليزاريو كتقول لك باغيين استفتاء تقرير المصير. قالوا لي انت مؤيد الحكم الذاتي، انتم مجموعه من السجناء، يعني انتم مندسون الفصائيين الى غير ذلك، انتم كطالبوا بتقرير المصير. احنا قررنا مصيرنا سيدي من برق النار. انتم ولا شي واحد دار الاستفتاء وشي واحد قرر ضدكم غادي تكتبوه على هذا الحساب، غتكتبوا 99% من الشعب الصحراوي مؤيد مبادره الحكم الذاتي. واش الديكتاتوريه قلت لهم اللي عندكم؟ قالوا لي انت تجرأت على شي حاجه ما عمر تجرأ عليها شي واحد قبل منك. ما عمر شي واحد وقف داخل المخيمات واعترض على النظام واحتج واعتصم ودار كيما درت انت. وحتى الشباب التغيير اللي كيتكلموا لنا في التلفزه قال لك يا سيدي كلا كيدير اللسان كيما هكا وكيصور وكيتكلم. اذا كانوا هذوك حشمانين يقولوا احنا مغاربه والصحراء مغربيه، انا محيد على وجهي مانيش متخبي. انا صحراوي والصحراء مغربيه وانا مغربي ونعتز ونفتخر بها. وعاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وعاشت الأسرة العلوية المجيدة. أنا أبو مهدي سيد أحمد العرسي نقولهم صرح به. واضح. والآن قالوا لي ممنوع عليك تمشي عند القنصلية في سيدي بالعباس. ما بغوش يديروا لي التصريح الأمني باش نفوت. خلاوني هون فيهم تبع معايا السياسة. جوع كلبك يتبع.
وهي اللي دايره لي دابا. انا دابا مجوعني باش ندخل بهادشي الباغي، كل نهار كيتصلوا، كل نهار كيتصلوا بعض الاشخاص من القبيله باش يقنعوني نرجع على هادشي اللي كندير. انا ما غاديش نرجع على هادشي اللي كندير. انا شوفوا غير حالتي صور، شوفوا حالتي قبل، على الاقل نكون نقص دابا 9 كيلوغرام. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم الا كنعس في الشارع. نوبه نوبه نوكل، نوبه نوبه ما نوكل. وفين دخلت ضرب عن الطعام لا الماء والسكر، لا كل مره ندق على دار وناخذ من عندهم الماء والسكر كنشرب. الان هذا الشريط الناس اللي كتسال علاش انا مشيت من الداخل كندوف. اوكي، انا مواطن مغربي، انا ماشي مؤيد للحكم الذاتي، انا مؤيد قضيه بان الصحراء المغربيه مبقى مجال قويره بلا حكم ذاتي بلا استفتاء تقرير مصير. الشعب الصحراوي من الاصل كاع قرار مصيره. هذه الدعايه الاعلاميه اللي قاعده جبت البوليزاريو والاعتصامات والمظاهرات اللي بغى يكذبها يمشي الاقاليم الجنوبيه المملكه. اش كيقولوا له ما كاين منه والو، لا اعتصامات لا اضرابات، مجموعه من بعض الاشخاص، بعض الاشخاص ما نقولوش انفصاليين، بعض الاشخاص المغرر بهم، بعض الاشخاص اللي مخدرين عقليا الله يشفيهم، بتأطير من بعض الاشخاص فعلا كان عندهم علاقه بالمخابرات الجزائريه والمخابرات الصحراويه كيتخلصوا 1000 يورو للشهر. لقيناهم هنا جاونا وكيمشوا لهيه وكيجيبوا الرايات ويشجعوا على بعض الامور كيغروا بالشباب. هادو كان نتحدى اي واحد فيهم يجي خاطر اطار الزيارات المبرمجه اللي كتبرمجها بالبوزاري وكطلعوا الجزائري كيدوروه وكيمشوا به لاسبانيا وكيرجعوه. نو، بغيتو انا يجيب وحده عن طريق موريتان ويجي على اساس عنها زياره عائليه شخصيه، يجيو بالراس. هو فين كيجي على اساس زيارات تابعه للدوله، برنامج مسطر حتى هادشي اللي غياكل اللي غيشرب عند من غيجي عند من غيخرج، مراقبه تحركاته كامله. لا يجيب وحده نتحداه اسبوع واحد يبقى على موقف، نتحداه اسبوع واحد يبقى على موقف لما اكتشف الحقيقه المرير اللي ما باغينش هما اي واحد يكتشفها داخل المخيمات. وانا ماشي كنهضر، انا مازال غنقدم لهم ادله على هذا الشيء كامل. ما غاديش نسمع في حقي والله هذا الشيء اللي داروا لي من التعذيب واهانه الكرامه، ما غاديش نسمح فيه. والسلام، وعاش الملك وعاشت الصحراء المغربيه وشكرا.